في الوقت اللي الناس بتجري فيه تشتري لبس العيد وبتحجز في الكافيهات، في أهالي النهاردة بيتمنوا إن رمضان ما يخلصش، مش بس علشان العبادة لكن علشان خايفين من فضيحة العيد قدام عيالهم. ليه اليوم اللي ربنا عمله علشان نفرح بقى عبء تقيل بيخلي بيوت كاملة تقفل بابها وتستخبى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي ودي حلقة جديدة من قناة خط، القناة اللي بنمشي فيها على الخط الرفيع بين الحقيقة والغموض، وبنحكي الحكاية من أولها. آخر شمس في رمضان بتغيب ببطء، السما لونها بيقلب من دهب لرمادي، والناس واقفة مستنية كلمة بكرة العيد. وفي بيت بسيط أم قاعدة قدام دولاب مفتوح بتقلب في هدوم السنة اللي فاتت، بتحاول تظبطها ترقعها تداري اللي اتهرى فيها علشان تمشي الحال. رمضان خلص، لكن السؤال: هل الجوع اللي عشناه 30 يوم غير فينا حاجة؟ في السنة التانية للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقال رضي الله عنه أيضا: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الفرق بين إنها تكون زكاة مقبولة أو صدقة عادية هو ساعات. لو طلعت قبل الصلاة انت لحقت الفرض، لكن لو بعد الصلاة فانت كده ضيعت كتير. ليه قبل العيد بشوية صغيرين؟ علشان الإسلام مش مجرد صلاة وصوم وخلاص، ده نظام حياة. ربنا سبحانه وتعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين خذ وقال من عز وجل: أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن الموضوع أكبر من كده، احنا بنتكلم عن حق معلوم. زكاة المال بتبقى 2.5% من مالك اللي بلغ النصاب، اللي عدى عليه حول هجري كامل سنة كاملة. 2.5% اللي احنا بنستبسطهم، الدراسات بتقول إنهم لو طلعوا صح في عالمنا الإسلامي ممكن يمسحوا حاجة اسمها فقر من الخريطة كلها ويبنوا دول من أول وجديد. ده مش كرم منك، ده حقهم اللي كان أمانة عندك. افتكروا عام الرمادة لما الأرض كحلت والناس جاعت، وسيدنا عثمان اتبرع بقافلة كاملة وقال للتجار إن ربح الله أعظم. ده الفهم اللي ضاع مننا، إن الفلوس وسيلة مش هي الأمان الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. الحساب الأرضي يقول غير كده، لكن ميزان السماء مختلف. وخلي بالك، العيد بيبقى رعب مش بس علشان الجيب فاضي، لكن علشان الإيد اللي بتدي بتجرح القلب اللي بياخد. كرامة الغلبان أهم من اللحمة وأهم من اللبس الجديد. وعلشان كده صدقة السر كانت دايما أعلى درجات الإحسان. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. النهاردة في وقتنا الحالي ما بقاش في حجة، الخط بينك وبين المحتاج بقى مجرد شاشة بلمس على موبايلك تقدر توصل حق الغلبان وانت في مكانك. التكنولوجيا خلت الوصول أسهل، بس خلت المسؤولية أكبر بكتير. رمضان بيعلمك تمسك نفسك عن الأكل والشهوات، والزكاة بتعلمك تمسك نفسك عن حب التملك. صاع رز ممكن يفرح طفل، 2.5% ممكن تحمي مالك كله، وصدقة في السر ممكن تكون نورك في عز الضلمة. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. احنا في خط بنمشي بين صوم بيطهر الروح، وزكاة بتعدل الميزان، وصدقة بتوسع القلب. انزل الشارع النهاردة وبص في عيون الناس، لو لمحت نظرة خوف من بكرة اعرف ان في حق معلوم مستني يوصل. السؤال الحقيقي: انت ماسك في قرشك ولا ماسك في وعد ربنا؟ لو وصلت لحد هنا
ادعمنا بلايك واشترك في القناة واستنى الخطوط الجاية.